يسعد مساكم. النهارده احنا بنقدم لكم حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه، وهنتكلم عن العالم المشتعل حوالينا وايه التفاصيل اللي بتحصل في كل البلاد المحيطه بمصر. خليكم معانا وما تروحوش في اي حته عشان نحكي لكم كل التفاصيل الجديده ونعرفكم ايه اللي بيحيط في مصر، وهل هيبقى فيه حرب عالميه ثالثه ولا لا. خليكم معانا. الأول كده نحكي لكم حكاية بسيطة. الأول نقول لكم اللي بيحصل في الأحداث الأخيرة حوالين مصر، وبعد كده نبتدي نحكي لكم الحكاية من أولها ونقول لكم إيه علاقتها بما يسمى صراع البحر الأحمر وإيه أسبابه. طيب، أول حاجة حصلت الأيام اللي فاتت إن الأردن حصل فيها وقعة، وإن في درون ضرب موقع أمريكي داخل الأردن، وساعتها أمريكا أعلنت إن هي هترد وقت ما هي عايزة ووقت ما هي شايفة بالرد المناسب على الأردن واللي حصل. وردت الأردن وقالت إن ده ملوش علاقة بيها، وإن ميليشيات تبع إيران هي اللي عملت هذه العملية الاستهدافية. طيب، هل أمريكا سكتت؟ لا، أمريكا ما سكتتش. أمريكا بدأت ترد على إيران واعتبرتها إن هي اللي ضربت القاعدة العسكرية في الأردن، وبدأت ترد عن طريق ضرب مواقع تابعة لإيران داخل سوريا وداخل لبنان. طيب، برضو أمريكا ده كل اللي حصل بالنسبة لها خلال الأيام اللي فاتت بأن تضرب لها قاعدة عسكرية داخل الأردن؟ لا، مش ده بس اللي حصل. اللي حصل كمان ان في هجمات الحوثيين زي ما احنا متابعين في الفتره اللي فاتت داخل البحر الاحمر، وهجمات على السفن الامريكيه والاسرائيليه، واللي بيقولوا الحوثيون ان هم بيعملوا ده علشان خاطر يمنعوا الامدادات العسكريه اللي داخله غزه. طيب، امريكا سكتت؟ برضو امريكا ما سكتتش. امريكا بدات تضرب اليمن في خلال الايام اللي فاتت. مش بس كده، لا، هي كمان بتفكر ان هي تشن حرب على اليمن زي بقيه الحروب اللي هي بتشنها على باقي الدول، وزي ما بيحصل ان هي بتدعم اسرائيل داخل غزه. ناهيك بقى عن اللي بيحصل في غزة وإسرائيل واستمرارها في الحرب وعدم التراجع في وقف الحرب داخل غزة، وحتى بعد قرار المحكمة الدولية بأن الانتهاكات اللي بتحصل من إسرائيل داخل غزة. ناهيك بقى عن الحرب اللي بتشنها إسرائيل داخل غزة واللي مش عايزة توقفها تماما حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية اللي قالت وقررت أن اللي بيحصل في غزة ده إجرام حرب وإبادة جماعية للغزاوية. لكن للأسف لحد النهاردة إسرائيل مكملة في حربها وبنفس الشكل وبنفس الستايل اللي بدأت بيه الحرب بعد 7 أكتوبر هي مستمرة كما هي. طيب، هل الأمور واقفة عند هذا الحد؟ لا، ده في تفاصيل كتيرة جدا بتحصل حوالين العالم ومؤثرة جدا على مصر. طيب، ايه علاقة مصر في الموضوع؟ مصر هي اللي جوه الدايره، يعني زي الخريطه اللي احنا هنشوفها دلوقتي قدامكم. ايه علاقه مصر بالصراعات اللي بتدور حواليها في البحر الاحمر، وليه هي مؤثره بالنسبه لها؟ بما ان مصر هي دوله مشاطئه على البحر الاحمر ومن ضمن الدول الهامه جدا، وخاصه ان هي عندها قناة وهي قناة السويس اللي هي عامل مهم جدا في التجارة الدولية، فبالتالي هي أكتر الدول المتأثرة بأي صراع بيحصل في البحر الأحمر. يعني لو اتكلمنا عن صراع الحوثيين مع أمريكا وإسرائيل في البحر الأحمر، فمصر كانت أول الدول المتأثرة بهذا الأمر، علشان خاطر قناة السويس تأثرت تأثر كبير جدا بفكرة مرور السفن داخلها، وده أثر على الحصيلة الدولارية داخل مصر، واللي احنا شايفينها الأيام اللي فاتت وشايفين تأثيرها كان عامل ازاي على الاقتصاد بالكامل وعلى ارتفاع الأسعار. طيب، نسيب ده دلوقتي ونبعد عن الاقتصاد وخلينا نركز في فكرة صراعات البحر الأحمر. طب ايه الدول اللي موجودة على البحر الأحمر ومحيطة بمصر وفيها صراعات ومؤثرة على مصر؟ تعال أقول لك بقى. أول حاجة اليمن. اليمن زي ما احنا شايفين على الخريطة كده هي قريبة من مصر جدا، وكان فيها الصراعات اللي احنا عارفينها من الأول اللي هي خاصة بالحوثيين وغيره. ده بالإضافة إن زاد دلوقتي الموضوع لما أمريكا دخلت على الخط وبدأت تضرب اليمن وبعد اللي حصل من الحوثيين في البحر الأحمر. طيب،
ده بيأثر على مصر؟ طبعا بيأثر على مصر، لأن هي حد من حدود مصر اللي بتهدد الأمن القومي المصري. طيب نركن اليمن، نخش على فين بقى؟ نخش على الأردن. الأردن النهاردة ما هي دخلت على الخط زي ما احنا قلنا بعد ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية. طب الأردن مؤثرة على مصر؟ طبعا جدا، لأن ده برضو حد من حدود مصر اللي بيأثر على أمنها القومي، وأي ضرب أو أي انتهاك هيحصل في حق الأردن ده معناه إن بنهدد حد من حدود المصرية اللي بتهدد الأمن القومي المصري. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، انت بتتكلم على غزة. غزة اللي هي حد مهم جدا من الحدود المصرية وخاصة سيناء، واحنا عارفين طبعا طبيعة أرض سيناء وأهميتها بالنسبة لمصر، واتكلمنا عن المخططات اللي عايزة تعملها إسرائيل داخل سيناء، ودي تقدروا تشوفوها في الحلقات الكتير قوي اللي عملناها عن مخططات إسرائيل في سيناء أو مخططات إسرائيل لغزة والفلسطين. طيب كده احنا بنتكلم عن 3 حدود، ال3 حدود دول اقوياء جدا بالنسبه لمصر ومؤثرين جدا، ودلوقتي فيهم صراعات مع امريكا وبريطانيا والدول الاوروبيه، اليمن، الاردن، غزه اللي هي فلسطين. طيب نيجي بقى لحته مهمه تاني وهي سوريا ولبنان. سوريا ولبنان برضو يعتبروا حدود مصرية أصيلة ومؤثرة جدا، ويمكن سوريا من ضمن الحدود اللي ساعدت في حرب 73 وساعدت على انتصارنا، وما نقدرش ننسى تاريخها ولا نقدر ننسى دور سوريا في حرب 73. لكن خلينا نقول ان سوريا دلوقتي طبعا متأثرة لان فيها احتلال إسرائيلي، ده واحد. الحاجة التانية ضرب أمريكا وإسرائيل ليها بعد مشاركتها في الرد عليهم في حرب غزة، ده بالإضافة إن أي حد هيجي جنب أمريكا زي اللي حصل مع الأردن بتضرب سوريا وبتضرب لبنان، اللي هو إيه، أنتوا تبع إيران فأنا هضربكم. طب ما تضربوا إيران، أنتوا مالكم أنتوا بسوريا ولبنان؟ بس هو بقى اللي مش قادر على بيتشطر على فعادي بقى زي ما احنا عارفين. طبعا الموضوع يسكت على كده؟ لا طبعا، ازاي؟ احنا عندنا حد من الحدود القوية جدا وهي في الجنوب، وهي السودان والصومال واثيوبيا. دولت اللي فيهم الكتله بقى، اللي فيهم المشاكل الكبيره جدا المؤثره على مصر وامنها القومي بشكل كبير. وزي ما احنا شايفين اثيوبيا وضغطها علينا بسد النهضه والميه ومياه نهر النيل. وتعالوا كمان نشوف فكره اثيوبيا، وممكن تشوفوا الحلقه كامله، وفكره ابي احمد لما عايز ياخد جزء من الصومال الانفصاليه ويحط فيها قاعده عسكريه قريبه من مضيق باب المندب، يعني يقدر في اي وقت يضرب قناه السويس او حتى يقفل لنا مضيق علشان خاطر ما يقدرش السفن تعدي لقناه السويس. ودي مكايدات واضحه جدا ومعروفه وعارفين مين اللي ورا ابي احمد، وتقدروا تشوفوا الحلقه كامله وعندنا ونسيبها لكم في الوصف. طيب لو احنا بنتكلم عن الصراع الصومالي ما بين الصومال الانفصاليه والصومال، واحنا واقفين مع مين، واحتماليه دخول مصر حرب مع الصومال ضد الصومال الانفصاليه علشان ننهي على مخطط اثيوبيا بان هي تقفل مضيق باب المندب او تحط لنا قاعده عسكريه قريبه منه علشان خاطر تاذي قناه السويس او تضرب مصر في اي لحظه، او ان هي تدخل معانا حرب. فوجود قاعده عسكريه ده شيء غير امن بالمره ومؤثر على الامن القومي المصري، واحتماليه دخول حرب في هذه المره قوي جدا، لان الرئيس السيسي نبه وقال بشكل مباشر ان لو حصل حرب بين الصومال والصومال الانفصاليه احنا هنكون واقفين مع الصومال. طيب ده بس؟ لا طبعا. وصراع السودان نفسها، جنوب السودان وشمال السودان وصراعهم مع بعض، والحرب دي مؤثره جدا على الاقتصاد المصري ومؤثره على الحدود الامن القومي المصريه، فده شيء بشع جدا. تخيلوا ان بلد في النص وكل الصراعات دي حواليها، وفي كل حته حرب، وفي كل حته في اشتعال. الاشتعال ده هيكون مؤثر ازاي على بلد زي مصر، على اقتصادها، على حدودها، على امنها القومي، على الميه، على الاكل، على الشرب، على التجاره، على كل حاجه. احنا فعلا في مأزق، احنا محطوطين وسط دايره وكل الدول اللي حوالينا فيها نار. طيب دوت ليه وعشان ايه؟ هل مقصود بيه مصر ولا الحكايه ليها قصه تانيه؟ الحكايه ليها قصه تانيه، والحكايه دي ليها تاريخ، وهو ايه بقى؟
تاريخ صراعات البحر الأحمر. صراعات البحر الأحمر ما هياش وليدة ولا حصلت فجأة ولا طلعت النهاردة، هي يمكن الأسباب المرة دي مختلفة عن الأسباب زمان. يعني زمان أيام رحلة كليوباترا ورحلات حتشبسوت لبلاد بونت والتجارة وأهمية البحر الأحمر ومحاولة بناء قناة من سنوسرت وغيره وغيره عبر التاريخ، وممكن نعمل لكم حلقة لو عايزين عن تفاصيل أهمية البحر الأحمر وأهمية البحر المتوسط ومحاولة الربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط في التاريخ الفرعوني، أو نتكلم عن ربط النيل بالبحر الأحمر وفكرته برضو في التاريخ المصري القديم. دي قصة كبيرة جدا بتقول إن كان البحر الأحمر له أهمية كبيرة قوي 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 منذ آلاف السنين، وإن كان كل الدول المحيطة عينيها على البحر الأحمر وعينيها على الدول المحيطة بالبحر الأحمر، لأنه طول عمره كان رمز للاقتصاد وللتجارة. طيب، مع اختلاف التجارة ومع اختلاف الفكرة كلها، ليه النهاردة الصراع في البحر الأحمر زاد؟ بس قبل ما انقل واقول لكم ليه المرة دي حصل صراع في البحر الأحمر، خليني اقول لكم ان مش بس كان في التاريخ المصري القديم صراعات داخل البحر الأحمر وكان من ضمنها احتلال الدول المشيطة على البحر الأحمر، لا ده كان كمان في التاريخ الإسلامي، سواء في الدولة الفاطمية أو في دولة المماليك أو غيرها. ووعدكم بحلقة كاملة عن تاريخ والخلفية التاريخية لصراعات البحر الأحمر إن شاء الله قريب. النهاردة بقى ليه حصل صراع في البحر الأحمر؟ حصل صراع في البحر الأحمر لعدة أسباب. أول سبب إن في صراعات في الدول الأوروبية والدول الأجنبية عايزين ينقلوا الساحة بتاعتها من عندهم لساحة الشرق الأوسط، بدل ما نتخانق إحنا جوه الأرض بتاعتنا نشوف أرض تانية نلعب فيها الصراع بتاعنا. طب الصراع ده ما بين مين ومين؟ الصراع ده ما بين القوى العظمى. مين القوى العظمى؟ عندنا أمريكا، عندنا الصين، عندنا روسيا، عندنا أوكرانيا، عندنا إيران، عندنا تايوان. كل دول ليها قوة وفيها صراعات، بس بدل ما نتخانق على أرضنا تعالوا نشوف أرض تانية نخربها ونتخانق عليها. وما كانش فيه أفضل من بلد أو عدة بلدان مشاطئة للبحر الأحمر اللي هو رمز الاقتصاد عشان نروح نتخانق فيه. طيب برضو ليه؟ أو إيه الأسباب؟ أول حاجة، الصين جت من فترة وقالت إن هي هتعمل حاجة اسمها الحزام والطريق، وهتشارك مصر في الموضوع دوت، وهتعمل خط تجارة جديد هيساعد في التجارة والتحكم في مصدر التجارة حوالين العالم. طبعا ده عمره ما هيوافق عليه لا امريكا ولا الدول الاوروبيه. ازاي يا جدع؟ يعني انا مثلا هسمح لك يا مصر انت ولا الصين ان انتوا تتحكموا في اقتصادي؟ ده بعدك طبعا، مش هيحصل الكلام ده. تعالى بقى يا حبيبي لما اتخانق معاك ازاي؟ ان انا اشغلك في صراعات جديده، او ان انا اقفل لك اصلا قناه السويس اللي انت فرحان بيها وعايز تعمل بيها مشروع ياثر على تجارتي. ده طبعا فكر امريكا. فكانت البدايه ان هي تدخلنا في صراعات أو تحاول تجر مصر لحرب. محاولة تجر مصر طبعا بالحرب اللي موجودة في غزة، لكن مصر كانت بتحاول قدر الإمكان إن هي تتمسك بضبط النفس وما انجرتش للحرب اللي خاصة بغزة وفلسطين. طيب تعالوا بقى لما نجركم لحرب اليمن، مصر ما انجرتش للحرب. طب تعالوا نجركم في حرب مع اثيوبيا، مصر ما انجرتش الحرب. طب نحاربكم ازاي؟ كل يوم هنختلق لكم فكره جديده علشان خاطر تخشوا بيها الحرب. طب برضو خلينا نتكلم عن فكره اسباب الصراع ما بين امريكا والصين. انا عارفه ان الحلقه دي تقيله قوي عشان فيها معلومات كتير، بس هنحاول نبسطها. دلوقتي الصين بتتخانق مع امريكا ليه؟ لعده اسباب. ابسط سبب ان امريكا مش عايزه الصين ان هي تتطور ولا يبقى عندها جيش قوي زي امريكا. طب هي الصين بتعمل جيش قوي زي امريكا؟ الصين وصلت لتطور الاجهزه العسكريه بشكل كبير جدا وشكل ملحوظ، وبتستخدم في ده طبعا الشرائح الالكترونيه او الرقائق الالكترونيه. الرقائق الالكترونيه دي اللي هي زي البروسيسور كده بتاع اي جهاز، او العقل المدبر لاي جهاز كهربائي، للاسلحه، للموبايلات، للكاميرات، لاي حاجه. الرقائق دي كانت الاول بتتعمل في امريكا، بعد كده الصين عدتها، بعد كده تايوان بقت هي
النجمة في الموضوع. تايوان عندها أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية. تايوان بتصدر تقريبا 70% من منتجات الرقائق الإلكترونية اللي كل العالم محتاجها. طيب الصين عينيها على تايوان، لان هي ما بتعترفش اصلا ان تايوان مش جزء من اراضيها، ولا بتعترف ان هي انفصلت عن الصين، وعايزه تردها تاني، وعايزه تحط ايديها على تايوان. لكن امريكا مش سامحه بده. مش سامحه بده ليه؟ لان اولا زياده نفوذ الصين بالحصول او ان هي تحط ايديها على تايوان ده هيأثر عليها اقتصاديا وعسكريا. اقتصاديا ان الصين هتتوسع في الاراضي بتاعتها. اتنين، ان هي هتبقى حاطه ايديها على مصنع الرقائق اللي موجود داخل تايوان، وبكده فهتتحكم في الرقائق الإلكترونية اللي بتستخدمها أمريكا في تطوير الأسلحة بتاعتها. مش بس ده الصين كمان هتقدر إن هي تتطور بشكل كبير جدا بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إن هي تطور أسلحتها وتبقى أقوى من أمريكا، وده مش مسموح ابدا للصين. فالاتنين دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا مع بعض. بس بيتخانقوا مع بعض ازاي؟ وش الوش؟ لا، بيتخانقوا حاجه اسمها الحروب بالوكاله، وده اللي احنا هنعمله بعد كده في حلقه كامله ونعرفكم يعني ايه حرب بالوكاله، او نقل الصراع من ارضنا لارض تانية. وده اللي بيحصل دلوقتي، ان هم بيحاولوا قدر الامكان يشغلوا بعض بالصراع خارج اراضيهم. ان الصين تدي سلاح لحماس عشان خاطر الحرب تفضل مستمره في غزه، عشان امريكا تفضل منشغله، عشان ما تركزش معاها وهي بتحاول ان هي تحط ايديها على تايوان. ان امريكا تضرب المشاريع الخاصه بالصين اللي ناويه تعملها مع مصر او الدول المشاطئه على البحر الاحمر، او ان هي تحاول تسيطر على طريق التجاره العالمي، او ان هي تحط ايديها على البحر الأحمر بصورة كبيرة جدا وتحط نفوذها داخل البحر الأحمر عشان تعطل التجارة وتعطل التقدم اللي ممكن يحصل للصين. وهكذا روسيا، ما هي روسيا برضو حربها في أوكرانيا عدوها الوحيد والأول هو أمريكا، فبالتالي هي روسيا بتدعم أي حد ضد أمريكا، أو أمريكا بتقف معاه بتقف ضده روسيا والصين. وإيران زي ما انتم عارفين عدوها اللدود امريكا من زمان، فبالتالي هي بتساعد اي حد يقف قدام امريكا. الصراع كبير وما اظنش ان هو ينفع في حلقه فعلا، لان انا حاسه ان الحلقه طولت جدا. فعشان كده لو عجبتكم الحلقه وعايزين تستفسروا او او تعرفوا حاجه معينه احنا قلناها جوه الحلقه، ابعتوا لنا واكتبوا لنا تعليقاتكم علشان نقول لكم بالتفصيل ايه الحكايه ما بين سين او صاد. ونشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسة.